السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هاخدكم في جولة مختلفة شوية، بس ما تنسوش ان انتوا تدعموا القناة بسبسكرايب ولايك وشير عشان خاطر الفايدة تعم. هنتكلم النهاردة عن ظهور المسيحية في مصر. كلنا لما بنيجي رايحين مصر القديمة او مجمع الأديان او اي مكان له علاقة بمصر القبطية او كوبتيك ايجيبت، لازم بندي خلفية عن او بندي نبذة مختصرة عن دخول المسيحية لمصر. أول ظهور للمسيحية كان في مدينة الإسكندرية، وده تقريبا كان في القرن الأول الميلادي، في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، وده كان على يد القديس مرقس الذي قدم إلى مصر من ليبيا عن طريق الصحراء الغربية. وأول من تحول أو آمن بالمسيحية على يده هو كان إسكاف يهودي يعرف باسم إنيانوس حول بيته إلى كنيسة عرفت باسم بوكاليا، وموقعها دلوقتي حديثا هي في مكان الكنيسة المرقسية. طبعا هو تعين كأول مرقس أو أسقف للكنيسة المرقسية بالإسكندرية، واللي هي مقرها في الوقت ده كانت في شرق المدينة بالقرب من الميناء الجديد. مع الأسف استشهد القديس مارك أو القديس مرقس سنة 62 ميلاديا في عهد الإمبراطور نيرون. ومع الأسف في الفترة دي كانت يعني التوثيق أو الكتابة بالقبطية ما كانتش لسه خدت حقها، ولذلك التدوين في الفترة دي كان صعب شوية إن احنا نوثق أو ندون أو نطلع على أي مدونات في الفترة دي. بس طبعا الكنيسة قائمة، وزي ما احنا شايفينها كده قدامنا في الصورة تم عمل تعديلات كبيرة عليها في الفترة اللاحقة. دخلت المسيحية واستمرت استمرت لمدة 1000 عام في الكنيسة المرقسية كمكان للبطريرك. وبعد كده حصل صدام كبير جدا 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 بعد وفاة القديس مرقس، وهو ان في الوقت ده كانت مصر بتخضع لحكم الرومان. وزي ما احنا عارفين ان الحكم الروماني او الاباطرة الرومان كانوا بيعتبروا نفسهم آلهة او نصف آلهة. فلما تيجي الديانة المسيحية وتتكلم عن الإله الواحد وتدعو للوحدانية وتدعو إلى المساواة بين الغني والفقير وبين العبد وبين السيد، فهي كانت بمثابة إعلان حرب على الديانة الرومانية وما قبلها من الديانة المصرية أو الديانة الوثنية. طبعا وصلت الحدة في الصراع أو الاضطهاد في عصر الأباطرة الرومان، وكان على رأسها في بداية حكم الإمبراطور تراجان، وكان تقريبا سنة 98 ميلاديا. وبعديها طبعا سبتيموس سافروس، وفي عام تقريبا كان تقريبا الكلام ده كان في سنة 193 ميلاديا. وداكيوس ده كان تقريبا 249 ميلاديا. وفاليريان ده كان تقريبا 245 أو 254 ميلاديا. وصل الاضطهاد بقى في ذروته للمسيحيين في عهد الإمبراطور ديقلديانوس، اللي أصدر مرسوم بمقتضاه هدم جميع الكنائس وأماكن التعبد الخاصة بالمسيحيين، لدرجة إن هو قام بقتل أو بتعذيب المسيحيين وقتل عدد كبير جدا منهم، لدرجة ومنعهم من ممارسة الطقوس الدينية والمسيحية. وكان أي حد بيمارس الطقوس الدينية كان بيحكم عليه بالإعدام. وطبعا لما اتطبق المرسوم ده في الإسكندرية فضل كثير من الأساقفة هناك والشيوخ الاستشهاد. فالأباطرة الرومان لقوا إن السمة الغالبة على المسيحيين في هذا الوقت أدى اللي هم ما عندهمش رغبة في الحياة، احنا نستشهد ونموت أفضل من إن احنا نترك ديانتنا. وده كان بيدل على إيمانهم وتقوتهم وورعهم وتمسكهم بدينهم. تحولت الفكرة بقى، تحولت الحكومة الرومانية من فكرة اضطهادهم اللي هو أصلا ما أثبتش جدواه بأن هم يسيبوهم يمارسوا عقيدتهم. وكان تقريبا ده في بداية القرن الرابع الميلادي، بعد ما أصدر الإمبراطور قسطنطين المرسوم المعروف بمرسوم ميلانو، ده كان تقريبا سنة 313 ميلاديا. واللي بمقتضاه تقرر أن المسيحية هي أحد الديانات الرسمية في مصر أو في الإمبراطورية الرومانية بصفة عامة. وفي عام تقريبا 395 قام الإمبراطور سيودوسوس بإعلان أو بتبني العقيدة المسيحية، هو أيقن أو أيمن أو تحول إلى المسيحية converted to the Christianity. وأصدر مرسوم أو أصدر قرار بغلق المعابد الوثنية وتدمير كل التماثيل
الخاصة بآلهتها. طبعا ده بالنسبة للجماعة بتوع الآثار وبالنسبة للجماعة بتوع التاريخ كان يعني أدى إلى ضرر كبير جدا. لكن بالنسبة للديانة وبالنسبة لإعلان عقيدة التوحيد، وخاصة في بداية الديانة زي ما احنا عارفين بيبقى لسه في ضعف في الإيمان، فعشان ما يديش فرصة للناس إن هم يرجعوا يعتقدوا في الديانة المسيحية أو في الديانة الوثنية مرة أخرى. بعديها بدأت الأباطرة الرومان يسمحوا للأقباط أو لمسيحي مصر ببناء الكنائس، ولذلك بيتم تأريخ معظم الكنائس القبطية اللي موجودة في مصر سواء في مجمع الأديان أو في غيره لنهاية القرن الرابع الميلادي وبداية القرن الخامس. إن ده اللي بيدل على أن الأخوة المسيحيين مروا بفترة من الاضطهاد ومروا بفترة من العذاب كبيرة جدا استمرت لمدة ما يقارب من 4 قرون، ولكنهم تمسكوا بدينهم وبعقيدتهم، والحمد لله حققوا الانتصار في نهاية المطاف. أشكركم شكرا جزيلا على الاستماع.